تصبح على خير يا حبيبي، خلي بالك من نفسك، لا اله الا الله. ايوه الهبل اللي بيحصل ده هو اللي بيجيبنا ورا. هو ايه اللي خلي بالك من نفسك قبل ما تنام؟ هو نايم على الصحراوي؟ ده اكتر وقت الانسان بيبقى متامن فيه وهو نايم، يبقى لا بيه ولا عليه، لا بيتعامل مع حد ولا طلع بره حدود سريره وكوفرتته، ولا يتوقف الامر عند احباء المرتبطين المقاتلين في الحب عند كده. لسه في كلت شربت نمت كويس وهو يقول لها روحتي. بعدها بقى بتيجي التحكمات والغيره وناخد قرارات علشان نغير حياه بعض. والله احنا مش ضد الاهتمام والحب والحنان، بس دي فتره خطوبه تعارف يعني، والاكيد برضو ان انتوا بتعرفوا تاكلوا وتشربوا، مش عايشين بالطاقه الشمسيه. وبديهي برضو ان انت روحتي وهو روح، والا كنا هنلاقي صوركم على صفحه مفقودين على الفيسبوك. بعد اذن الحب وانتوا مش حاسين ان انتوا ناسين حاجه في فتره التعارف دي غير الاكل والشرب والحاجات البديهيه اللي الانسان طبيعي بيقوم بيها؟ تعالوا على نفسكم كده وركزوا في الكام حاجه اللي هقولها لكم دي، علشان هي برضو حاجات مهمه ومفيده. يعني مثلا بند الخلفه والعيال، مهم تتكلموا في الموضوع ده وتتناقشوا سوا وتعرفوا هتاخدوا الخطوه دي ولا لا، علشان في ناس بتبقى رافضه مبدا الخلفه والاطفال ومش عايزه مسؤوليات والتزامات من النوع ده. طيب لو هناخد الخطوه دي هناخدها بعد قد ايه من الجواز؟ هل هناخدها اول ما نتجوز على طول ولا بعد سنه ولا اتنين؟ طيب نفترض ان ما حصلش نصيب وفي مشكله في موضوع الخلفه، هل عندنا استعداد ان احنا ناخد خطوه العمليات او نتبنى اطفال؟ طب لو الدنيا ما ظبطتش خالص هل هيحصل انفصال ولا هنكمل عادي مع بعض؟ طيب اتفقنا على الموضوع ده. في حاجه تانية مهمه وهي التربيه، انكم تحطوا نقط واضحه لازاي تربوا عيالكم وتعرفوا ازاي تطلعوهم اسوياء. اصلك سهل تكون صديق او حبيب، بس الصعب انك تبقى اب صالح وام صالحه. الماديات بقى واللي بتبقى سبب في فشكله خطوبات كتير، لما فجاه تكتشف ان الطرف التاني بخيل او حريص شويه، وطبيعي في ناس ما بتقدرش تستحمل ده. وعلشان كده مهم نتناقش في الموضوع ده. هل الراجل قادر على انه يشيل مصاريف البيت كلها؟ ولو مش قادر هل البنت عندها استعداد تشارك في مصاريف البيت وهي راضيه ومش متقدره؟ في رجاله بيبقى عندها مشكله ان مراته تشتغل، فمهم تحددوا ده من الاول. بس في بنات بيبقى فارق معاها الشغل، وبنات تانية بتحب قعده البيت، فلو الاراء مش متوافقه من الاول في الموضوع ده بلاش نتعب بعض. شغل البيت بقى اللي منسي ومحدش بيتكلم فيه، مهم تتفقوا ان انتوا تساعدوا بعض وتشيلوا بعض فيه، وخصوصا لو الاتنين بيشتغلوا، عشان ما تتفاجئيش بعد كده انه مهمل ومش بيشيل طبق وبيرمي هدومه في كل مكان. لو دي شخصيته هيبان وقت النقاش في الموضوع ده. طبعا مهم ان انتوا تتكلموا عن مستقبلكم سوا، وراسمين ومخططين ازاي لحياتكم بعد كده. قراراتكم هتتناقشوا فيها سوا، وكل حاجه تتم بالتراضي ما بينكم وما بين بعض. مهم تتفقوا ان وقت الخلافات محدش يدخل بينكم ولا تحكوا لطرف ثالث حتى لو من العيلتين. ولازم تتفقوا ان وقت الزعل والخلاف ما يطولش، وان الدنيا تتحل بالنقاش والكلام، والغلطان لازم يعتذر ويراضي الطرف الثاني. من الحاجات المنسيه برضو هي الكلام عن المساحه الشخصيه لكل واحد، لان وقت التعارف وحلاوه البدايات كل واحد بيتخيل انه مش هيحتاج المساحه دي، وان الترابط اللي ما بينهم مش هيخلي فيه احتياج ليها اصلا. لكن بعد كده كل واحد هيجي عليه وقت ويحس انه محتاج يبقى لوحده شويه، ينفرد بذاته زي زمان. بس ده مش معناه انه زهق من الطرف الثاني وانه بالنسبه له مش مجرد كومفورت زون، لكن ده احتياج وشعور طبيعي لكل واحد فينا. في نفس الوقت مش هينفع نسكت ونتغاضى عن عيوب قدامنا او خلافات ومشاكل بحجه ان احنا عايزين الدنيا تعدي. اللي مش عاجبك لازم تعبري عنه، تقولي انه مش عاجبك وانك مش مرتاحه كده، لان الحاجات البسيطه اللي بتسكتي عليها دلوقتي بتبقى كبيره بعدين وصعب حلها. وطبعا مهم ان كل طرف فيكم يبقى عارف هو يتجوز ليه وعشان ايه. اصل في ناس بتتجوز كده وخلاص، وفي ناس بتبقى عايزه استقرار وبيت، وفي اللي محتاج شريك حياه يحكي له تفاصيل يومه وحياته، يتكلم معاه في كل اللي بيمر بيه. علشان كده مهم تعرفوا كل واحد شايف الجواز من منظور عامل ازاي. اكتبوا لي في التعليقات شايفين ايه تاني مهم نتكلم فيه وقت التعارف وفتره الخطوبه.